أهلا بكم في حلقة جديدة من سينما ميكرز. أنا أحمد عبودة، والنهاردة هنتكلم عن يوسف شاهين. في 25 يناير 1926 اتولد يوسف شاهين في مدينة الإسكندرية لأب من أصول لبنانية وأم خياطة من أصول يونانية. نشأ شاهين وهو على علاقة قوية جدا بأهله، برغم إن شخصياتهم كانت مختلفة جدا عن بعض، وكان عارف هو عايز يبقى إيه من سن صغير جدا، فكان بيستخبى تحت السرير ويقعد يتخيل إنه مدير شركة إنتاج أو حتى مجرد عامل في السينما. واكتشف عند عمر 8 سنين ولعه بالتصوير والأفلام، وكان بيحوش من مصروفه وراح اشترى بروجيكتور واشترى افلام، وكان بيجمع الاولاد بالعافيه عشان يحضروا الافلام دي ويتفرجوا معاه، وكان اللي ما بيرضاش يجي لاي سبب بيروح هو واصحابه يضربوه. وبعد كده اخوه ألفريد مات، فكان يوسف شاهين بيفتكر جدا عين اخوه لانها كانت عين مميزه مكحله زي ما بيقولوا، وعشان كده كان يوسف شاهين بعد كده في افلامه دايما بيختار ممثلين عينيهم مميزه جدا. ولما مصاريف الجامعه كانت كتير اضطر ابوه ان هو يقفل مكتب المحاماه بتاعه ويروح يشتغل في وظيفة في المحافظة عشان يدخله جامعة فيكتوريا. في 1944 كان عنده إصرار شديد جدا إن هو يسافر يدرس بره، ولكن أهله رفضوا تماما وسجلوا له في كلية الهندسة جامعة اسكندرية، فضغط عليهم بكل الأشكال وهددهم إن هو هينط من الشباك، وضغطه ده نجح جدا. سجل فيه كلية للمسرح والفنون في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت الدفعة فيها 200 طالب، 13 بس وصلوا للامتحان النهائي و4 بس نجحوا في الامتحان ده، وشاهين كان الأول عليهم كلهم. لما رجع مصر اشتغل في 20th Century Fox في قسم النشر في مصر، وجات له فرصة ان هو يكمل فيلم بعد ما المخرج مشي، ورفض ان هو يكمل شغل اي حد تاني، واتعرض عليه ان هو يشتغل مساعد مخرج وبرضه رفض، لان هو كان شايف ان تعليمه كويس جدا وان هو عنده علم كافي بالسينما ان هو يشتغل مخرج على طول. وهو عنده 23 سنة ساعده زميله وصديقه ألفز أورفانلي انه يدخل صناعة السينما واخراج اول افلامه بابا أمين سنة 1950. بعدها بسنة فيلم ابن النيل، وبعدها في 1951 تمت دعوته لمهرجان كان السينمائي في فرنسا عن فيلم صراع في الوادي، واللي كان ولادة عمر الشريف السينمائي. وفي 1970 كسب جايزة في مهرجان قرطاج عن فيلم الاختيار. كسب بعدها الدب الفضي في مهرجان برلين عن فيلم اسكندرية ليه في سنة 1978، واللي كان جزء من رباعية مقتبسة عن حياة شاهين نفسه استمرت من سنة 1978 لحد 2004، واستكشف فيها شاهين حياته وذكرياته وطفولته اللي اكتملت بأفلام حدوتة مصرية، اسكندرية كمان وكمان، وأخيرا اسكندرية نيويورك سنة 2004. خلال السنين دي أخرج وأنتج أفلام مهمة جدا للسينما المصرية والعربية، وفي أول 10 سنين تقريبا أخرج 15 فيلم: سيدة القطار، ودع حبك، محطة مصر، جميلة، واللي كان بيحكي قصة المقاومة الجزائرية جميلة بحريت، واللي استاءت منه الحكومة الفرنسية جدا واعترضوا على الفيلم بشكل كبير. وبعدها عمل سلسلة من الأفلام تعتبر من روائع السينما المصرية ومن أهمها على الإطلاق، زي الناصر صلاح الدين سنة 1963، وهو أكبر ملحمة سينمائية في تاريخ السينما المصرية، وبيحكي قصة الناصر صلاح الدين الأيوبي، وكتب السيناريو عز الدين ذو الفقار ونجيب محفوظ. والفيلم كان بيعتبر استعارة عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اللي كان بيعشقه يوسف شاهين، واللي كان بسببه مؤمن جدا بالقومية العربية. عمل بعدها فيلم الأرض سنة 1968، واحنا عملنا عنه فيديو هنا، واللي بيحكي قصة الأرض والفلاح، وترشح عنه للسعفة الذهبية في مهرجان كان. بعدها عمل سنة 1970 فيلم الاختيار، وهو فيلم جريمة وغموض، وفي 1978 عودة الابن الضال، وكلها أفلام حصلت على إشادة عالمية وترشيحات من النقاد ومن أهم مهرجانات السينما في العالم، وساعدت بنجاحاتها إن هي تحط مصر على خريطة السينما العالمية. وبرغم إنه من أصول مسيحية، إلا إن هو عمل فيلم الناصر صلاح الدين اللي بيحكي فيه قصة صلاح الدين الأيوبي وصراعه مع الحملات الصليبية ضد القدس. رجع تاني سنة 1997 وعمل فيلم المصير، واللي بيحكي قصة ابن رشد في الأندلس في وقت ما كان علماء العرب هم منارة العالم الثقافية والعلمية. وفي آخر سنين حياته النشيطة جدا دي عمل سنة 1999 فيلم الآخر، وشارك بجزء في فيلم 11 سبتمبر، وهو كان فيلم فيه مجموعة من المخرجين بيتكلم عن أحداث 11 سبتمبر من وجهة نظر عدة أشخاص من كذا مكان في العالم. وبعد كده شارك برضو في فيلم تاني عن السينما اسمه To Each His Own Cinema، وده كان فيلم مع مجموعة ضخمة جدا من أهم مخرجين العالم عن حب السينما وعلاقتها بينا. وختم
يوسف شاهين حياته السينمائية سنة 2007 بفيلم هي فوضى، وبعد الفيلم ده بسنة دخل المستشفى ودخل في غيبوبة بسبب نزيف في المخ، وسفروه على مستشفى في فرنسا في وضع حرج، وبعدها رجع مصر تاني. وفي 27 يوليو 2008 توفي يوسف شاهين بعد صراع مع المرض. يوسف شاهين هو أهم وأشهر مخرج مصري على الإطلاق، وكان معروف بره مصر أكتر ما كان معروف جواها، وللأسف كانت بتنظر لأفلامه جوه مصر على إنها أفلام جوائز، وكانت الناس بتسخر من معظمها، وكانوا بيقولوا إن أفلامه محدش بيفهمها، برغم إن هي كانت في معظمها أفلام إنسانية جدا. يوسف شاهين أخرج من كل شكل ومن كل لون في كل زمن عدى عليه. يوسف شاهين عمل كل ألوان الدراما وكل أشكالها، الكوميديا والكوميديا السوداء والساخرة، وعمل أفلام تاريخية محدش عرف يعمل زيها تاني. عمل أفلام من كل لون وشكل، وده دليل على حرفته وعلى تمكنه الشديد وإتقانه وموهبته. يوسف شاهين اتكرم في كل حتة، في برلين وفي فينيسيا وفي موسكو وفي كان، وساب وراه 46 فيلم، منهم 12 في قائمة أحسن 100 فيلم مصري. يوسف شاهين كان أرستقراطي فقير، وكان مثقف وراقي جدا. عشقه لمصر والكل حتة فيها بيبان في أفلامه وأساميها. كان بيعتبر محمد منير صوت النيل، كان بيعتبره هو صوت مصر، وعشان كده كان بيستخدمه في أفلامه كتير. اسم مصر كان دايما على لسانه. أفلامه ما كانتش أقل من الأفلام الأجنبية والأوروبية في أي شيء، وحظيت باهتمام الناس في كل حتة، وكان طول عمره مثير للجدل. يوسف شاهين مات، ولكنه ساب ميراث ثقافي كبير جدا لمصر وللسينما المصرية، هيخليه دايما حدوتة مصرية. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك، شير، سبسكرايب، وأشوفكم في حلقة جديدة من أرت لاب.